الكبد الدهني أو دهون الكبد. الكبد هو عضو مهم جدا في الجسم، إن ما كانش هو أهم أعضاء الجسم. بيدخل في تنظيم إفراز السكر والدهون في الدم أو الكوليسترول، وكمان بيفرز حاجة اسمها العصارة الصفراوية اللي بتساعد جدا في الهضم، وبيفرز بروتينات مهمة جدا في الجسم، وكمان بيخلص الجسم من بقايا السموم والأدوية اللي احنا بناخدها من بره. الكبد هو فيه دهون بسيطة لا تتعدى 5% من حجمه، بس لما بتزيد النسبة ديت أكتر من 5% بنبدأ نقول إن الشخص ده عنده دهون على الكبد أو كبد دهني. الدهون على الكبد ليها مراحل. في مرحلة أولى اللي هي المرحلة الخفيفة، ودي ملهاش أعراض خالص تقريبا. المرحلة التانية وبتبقى مرحلة برضو متوسطة مصاحبة بالتهاب بسيط، وليها أعراض زي الخمول واليرقان والتعب وارتفاع مستويات الإنزيمات بتاعة الكبد. المرحلة الثالثة ودي مرحلة صعبة شوية واسمها مرحلة تليف، والمرحلة الرابعة اللي هي التشمع، ودي بتبقى المرحلة الأخيرة. دهون الكبد، مين اللي معرض لدهون الكبد؟ الناس اللي عندها مشكلة في مقاومة الأنسولين، الناس اللي عندها السكر بتاعها عالي، الناس اللي عندها الكوليسترول والدهون الثلاثية عالية، والناس اللي عندها مشاكل في الغدة الدرقية أو مشاكل في الهرمونات عموما، والناس اللي وزنها زايد. طيب، بيجي لمين أو مين معرض أكتر لدهون الكبد؟ بيجي للناس اللي وزنها زايد، وخصوصا من منطقة الكرش أو منطقة البطن. الناس اللي عندها إفراط وشراهة في أكل الحلويات، النشويات عموما، السكريات، السكر الأبيض والخبز الأبيض والرز، والسكريات عموما اللي في العصاير والمشروبات الغازية. وبيجي كمان للناس اللي عندها النشاط الرياضي بتاعها ضعيف، الناس اللي ما بتعملش نشاط رياضي خالص. وبيجي كمان للناس اللي بتستخدم أدوية عمال على بطال ملهاش لازمة، أو الناس اللي عندها إفراط أو بتستخدم أدوية كتيرة زي أدوية الكورتيزون أو بعض أدوية الهرمونات. بيجي للناس دي كلها. وفي معلومة مهمة جدا، إن الكبد الدهني مش بس بيجي للناس التخينة، لا، بيجي كمان لو واحد وزنه ضعيف أو رفيع شوية برضه ممكن يجيله كبد دهني، لأن هو متعلق بالعادات الغذائية بتاعة الشخص والنشاط بتاعه. فلو شخص عادته الغذائية مش سليمة ونشاطه ضعيف أو ما عندوش نشاط رياضي عموما، ما بيتمشاش، ما بيبذلش أي مجهود، وممكن يكون وزنه خفيف ورفيع وعنده برضه كبد دهني. زي ما قلنا ان هو ملوش اعراض في البدايه، واكتشاف المرض عموما بيبقى عن طريق الصدفه. حد بيعمل انزيمات الكبد مثلا بشكل روتيني، او حد بيعمل اشعه تلفزيونيه او سونار على البطن، فبيظهر ان في دهون بسيطه على الكبد. في المراحل الاولى زي ما قلنا مفيش اي اعراض. المراحل اللي بعد كده بتبدا الاعراض، بس برضو اعراض بتبقى خفيفه، يعني لحد المرحله الثالثه او الرابعه ما بيبقاش تقريبا في اعراض خالص. الاعراض اللي هي اعراض عاديه متشابهه مع امراض كتير، تعب، خمول، كسل، دي كلها اعراض عاديه. بس زي ما قلنا الاكتشاف الوحيد عن طريق الاشعه التلفزيونيه او عن طريق تحليل انزيمات الكبد اللي هو الاي ال تي والاي اس تي. بنلاحظ ان الاي اس تي هو اللي غالبا بيبقى عالي. العلاج بتاعه ايه؟ علاج دهون الكبد بينقسم الى 3 حاجات. الحاجه الاولى وهي مهمه جدا وهو الغذاء. لازم يا جماعه نظبط الاكل، نبعد عن الحاجات اللي فيها سكريات كتيره، العصاير بقى والمشروبات الغازيه والبسكوتات والحلويات، ونبدا نزود من الفاكهه والخضار. لا، مش الفاكهه، نبدا نزود من الخضار. الفواكه اللي السكريات بتاعتها قليله نزود منها، اللي السكريات بتاعتها عاليه بلاش منها، لان هي برضو فيها سكر. سكر الفركتوز اللي موجود في الفاكهه مشكله كبيره جدا على الناس اللي عندها دهون الكبد. يا ريت نبعد عن الفواكه اللي فيها سكريات كتيره. نزود بقى البروتينات، الخضروات، حتى الكربوهيدرات، الحاجات اللي فيها النشويات بتاعتها قليله او السكريات قليله ماشي. نبعد عن السكر الابيض خالص، الخبز الابيض. فترة معينة لما الوزن يبدأ يخس من 5 لحد 7%، بتبدأ دهون الكبد تتحسن، وبعدين بنبقى نرجع للنظام الطبيعي بتاعنا. رقم 1 زي ما قلنا اللي هو تنظيم الأكل. رقم 2 وهو النشاط الرياضي. لازم يا جماعة نعمل نشاط، على الأقل نتمشى مثلا 3 أو 4 مرات في الأسبوع، ما يقلش عن نص ساعة، يعني نص ساعة يوم بعد يوم. ورقم 3 ودي حاجة مهمة جدا، الأدوية. هو ملوش علاج بالدواء، هو علاجه الوحيد زي ما قلنا الأكل والرياضة ونزول الوزن. إنما الأدوية هنا أنا بقصد بيها إن إحنا نوقف
اي ادويه ملهاش لازمه بنستخدمها يا ريت بلاش منها. وفي تقارير وابحاث بتقول ان الاوميجا 3 واللي هي زيت السمك وفيتامين اي بيحسنوا جدا من حاله الكبد عند الناس اللي عندها دهون على الكبد، لان هم بيشتغلوا زي مضادات اكسده، بيحسنوا حاله الكبد وبيمنعوا من تدهور الحاله. فالناس اللي عندها دهون الكبد لو استخدمت اوميجا 3 كبسوله او كبسولتين من الواحد جرام مع فيتامين اي 400 مايكرو جرام كل يوم مرة واحدة لمدة من 3 ل 6 شهور، هتلاحظ ان الدهون اللي على الكبد بدأت تخف او تقل، وحالة الكبد نفسها بدأت تتحسن. طبعا مع الحاجات اللي قلنا عليها اللي هو تحسين النشاط الرياضي الاكل يا جماعة والوزن. دهون الكبد علاجها سهل جدا لو التزمنا بالخطة اللي قلناها ما بين الأدوية وتنظيم وتظبيط الأكل والنشاط الرياضي. سهل جدا انك ترجع الكبد لحالته الطبيعية، بياخد من 3 ل 6 شهور زي ما اتفقنا، وصعبة جدا وبتزيد وممكن توصل للتليف والتشمع لو أهملنا الموضوع. بس الموضوع مش بيجي في يوم وليلة، الموضوع بياخد وقت. فياريت اللي عنده دهون على الكبد يلحق من البداية يظبط الموضوع، يظبط الأكل ويظبط النشاط الرياضي بتاعه، وكمان يشوف الأدوية اللي بيستخدمها اللي ملهاش لازمة زي ما قلنا يستغني عنها، ما يستخدمهاش. بس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.